قابل اللاعب بلال نادير متوسط ميدان اولمبيك مارسيليا الفرنسي دعوة المنتخب المغربي الاولمبي. اللاعب صاحب 19 سنة الذي يشغل مركز وسط ميدان يأمل أن تكون فترة مقبلة من مسيرته الكروية مليئة بالتألق والإنجازات. وينحدر بلال الذي ولد بمدينة نيس الفرنسية من أب مغربي وأم جزائرية، فبعدما لفت الأنظار رفقة نادي نيس لأقل من 19 سنة التحق برديف أولمبيك مارسيليا قبل أن يتم تصعيد اللاعب للفريق الأول، حيث ظهر جنب إلى جنب مع الزنوحي وأمين حريث أكثر من مرة، وطموحه في الفترة المقبلة هو التألق رفقة الأولمبي المغربي. وكانت تقارير علمية قد أكدت قبل فترة قصيرة بأن الجامعة قريبة من حسم ملف اللاعب بلال نادير من أجل ضمه للمنتخب الأولمبي، شأنه في ذلك شأن عدة جواهر مغربية متألقة بالبلدان الأوروبية. يشار أن اللاعب بلال سبق له أن شارك رفقة المنتخبات السنية للديكا.